المشروع وفي كل فكرة بنيتها في الانترنت ولا في الواقع الا كان موراها بزاف ديال الدروس والعبار اللي غادي نحاول نبارطاجيها في هذا البودكاست مع العالم ومع المغرب بالخصوص. معكم ايمن، هذه تقريبا 11 ربع من مدينة باريس الجميلة، واليوم جو جميل جدا ومشمس، ومرحبا بكم معايا في بودكاست شاري. بزاف ديال الناس developers, indie hackers, engineers، ناس باغيين يحلوا قهاوي، باغيين يحلوا مشاريع ديالهم، كيطيحوا في واحد المشكل. كيكون خدام مع لي ما بيه حتى تلقى راسو في واحد اللوب ديال الخدمه الكثيره بلا معنى. ملي كيزد على راسو، تنعطي مثال ديفلوبر خدام عام، اغلبيه فينا عنده هاد الصديق اللي عام ولا عام ونص ولا عامين هو تيهضر على واحد البرودكت اللي كبير خدام عليه، ولكن مازال ما شافش مازال ما تولدش، مازال ما خرجش للحياه. ديفلوبر ولا اي واحد خدام على برودوي تيكون مكونسونطري بزاف على البرودكت، وتيعطي ليماج ديال انه بيرفكسيونيست، وخصو يخرج لينا واحد البرودكت لي بيرفكت. هو داخليا وكاملين مرينا منها كيكون واحد الخوف من اللحظه ديال اللانش ديال البرودكت ديالك، خوف انك تجرب، الخوف سورتو من انك تسمع الحقيقه من الناس، الحقيقه اللي كتضر لينا شي حاجه لداخل، تضر لينا واحد الكائن ساكننا، واحد الصوت ساكننا من الداخل، وكنبقاو مهربين من ديك الحقيقه تحت ذريعه اننا دي بيرفكسيونيست وخصنا نلوحو برودوي للماركت اللي يكون بيرفكت. اليوم غادي نهضر على واحد الانمي اللي ساكن فينا كاملين، وإلا قدرت نقول أيضا أنه تيهدم لينا مشاريع ديالنا، وتيهدم لينا بزاف د الجوانب الحياة ديالنا، في علاقتنا، في مشاريعنا، في الكونيكشنز ديالنا. هاد الانمي هو الأنا، ليغو. أنا هو هداك الصويت اللي هضرت عليه دابا شوية، اللي الشغل الشاغل ديالو كيهمو أنه يدافع على الصورة ديالك قدام راسك، سورتو قدام الناس. بالنسبة ليه انت انسان بيرفكت، ذكي، قوي، وديما عندك الحق، وما يمكنش تطيح في الغلط. تيضخم ليك ليماج ديالك بواحد الطريقة اللي منافية للواقع. بخصوص العالم المشاريع، هاد الصوت بالضبط هو العدو اللدود ديالنا كاملين. مقتبس من الكاتب الكبير الرواقي الحداثي راين هوليداي، الكتاب ديالو Ego is the enemy، قال بلي Ego is the enemy of what you want. يعني انه هذاك الانا راه العدو حتى في داكشي انت اللي باغي دير، تيكون عدو ديالك. مقتبس ايضا من الفيلسوف الرواقي إبيكتيتوس، قال بلي انه مستحيل تعلم شي حاجه الا كنتي مقتنع بلي راك عارفه وفاهمه. يعني فاش كتقول انا عارف، كتسد على راسك اوتوماتيكمون الباب ديال التعلم وديال الجروث. بالامثله الواقعيه على هاد الانو كيفاش كيبان في الحياه العاديه ديالنا كمطورين ولا كاندي هاكرز ولا كناس كيحاولوا يشقوا الطريق ديالهم في العالم ديال ابس ولا سوفتوير ولا الساس. كتلقى راسك انت كديفلوبر عاطي بزاف ديال الوقت مثلا على اليو اي ولا اليو اكس، ما تسول الناس شنو باغيين، كتمشي كتكونسونطرا بزاف على هاد البارتي من البرودكت ديالك، ولينا كتفوكاليزي على شنو المشكل عند الناس وداك البيزنس بروبلم اللي خصك تحلو بديك الاب. كتعطل في اللانش. يعني كيما ما ذكرت قبل، كاين عندنا واحد الصاحب ولا حنا بالضبط دوزنا مثلا عام بلا ما نلونسيو الفيرجن الاولى ديال لاب ديالنا تحت ذريعه الجوده والكواليتي. لا راه مازال خدام، كنفيناليزي شي حوايج، كندير شي حوايج، ولكن راك خايفه من الحكم ديال الناس. يعني ما نكذبش على راسنا وما نزوقوش الهضره، كتخاف من الجوجمون ديال الناس. بلوتو ماشي انت اللي كتخاف من الانا اللي كيحميك، هو اللي كيخاف على الصوره ديالك انها تهرس. كمثال ثالث، كاينه ديك المقارنه اللي اكزاجيري، يعني كتلقى راسك كتبدا كتقارن
الversion ديالك نتا مع الYC startups اللي ديجا ملونسين وداروا دي levées de fonds وهربانين، وكتنسى الstep اللي راك فيها واللي هي راك مازال يلاه بادي. كاين أمثلة كتيرة ديال developers اللي تيبنيو SaaS اللي تيحلوا فريمون مشاكل زوينة، اللي ضاعوا abandonوا لي بروجي ديالهم حيتاش طاحوا فيما يسمى بالover engineering. يعني كتلقاه كيديفلوبي في الSaaS ديالو microservices، لا خصو يكون scalable، لا خصو يحترم quality ديال الكود clean code، بزاف ديال الحوايج اللي ماشي هما المهمين وأنت كتحاول تلونسي MVP. كتلقى راسك ضيعتي شي عام، وكاينين بزاف ديال صحابي ضيعوا أعوام بلا ما يلونسيو V1 بلا ما يديرو launch على product hunt، وإلا كاع لونساو مثلًا كتكون traction ضعيفة بزاف، حيتاش ومع الأسف ما عمرو ما دوا مع الناس، ما عمرو ما سمع للناس، وما عمرو ما عرف الناس أشنو باغيين، سمع فقط لراسو لداك السويت اللي هو الأنا، وضيع أعوام وهو كيحاول يفيدي ويوكّل الجوع ديال داك الأنا اللي فيه. كقصة شخصية وكتجربة مريت منها أنا أيضًا، دوزت شهور وعام ونص على product اللي كان كيسحاب ليا راسي فيه بلي أنا هو بيكاسو ديال البرمجة. شهور وأنا كنحاول نخلي كلشي perfect pixel perfect literally، خدام على قاع الdevices colors علاش دايرهم، وكان واحد الmonologue بيني وبين راسي فقط، ما عمري ما سمعت للناس، ما عمري ما سمعت لشي واحد وخديت الرأي ديالو على الproduct ديالي. كنت أنا بوحدي هو الuser الوحيد ديال داك الproduct، كنت أنا هو الوحيد اللي كنشوف أن داكشي اللي كندير شي حاجة واعرة واو. commit كل نهار كنهضر عليه I was bragging about what I'm doing. كنت في هاد الbulle ديال الأفكار ديالي وداك الوهم ديال إرضاء الغرور ديالي وإرضاء داك الصوت. كناس كيبنيو حلول رقمية على الويب، كاين بزاف ديال الطرق أننا نتجاوزو هاد المشكل ديال الأنا. أول هاد الطرق هو أننا نكونو aware، نكونو واعيين بلي راه فريمون كاين عندنا داك الصوت، بلي فريمون راه عادي حنا بشر، وكبشر عندنا داك الوهم ديال النجاح مرة كيكبر، والوهم في أننا نكونو perfect كاين ماشي مشكل، الأنا عند الناس كاملين. يعني أول الخطوات أنك تفوت هاد الأنا هو أنك تعرفها بلي راه كاينة، تحاول تخرّج الproduct تاعك بالزربة، وحيتاش هذا podcast موجه لindie hackers فغنهضر على الMVPs. حاول تخرجو في max في 10 أيام ولا في 15 يوم، هضرت في واحد الحلقة قبل على tools اللي كاينين دابا د الAI اللي غيخليوك تخرج MVP rapidement. علاش؟ باش توشي دوك الbeta users ديالك، باش يكون عندك metrics، باش يكون عندك feedback، باش تعرف شنو خاص الناس. يعني تكون aware بالأنا، MVP ما يلوثش عندك بزاف د الوقت في البيسي ديالك، تلونسيه max 20 يوم إلا كنتي كتبني في شي حاجة complicated، وما كنظنش MVP خصو يكون complicated، يعني خصك تكونسونطرا في feature وحدة باش يكون عندك feedback. أول حاجة metrics، تقدر دير weekly calls. فرضا لحتي الMVP جاوك 5 الناس، ما فيها حتى شي باس أنك تهز التليفون ديالك ولا الإيميل ديالك تمشي عند دوك الناس تهضر معاهم واحد بواحد. خدمتي بالبرودوي ديالي، شنو عجبك، شنو اللي ما عجبكش، علاش رجعتي، علاش ما رجعتيش، وأنت كتقيد you're learning now، وكتبني des hypothèses جداد، وكتادابتي البرودوي ديالك selon chaque customer chaque user. وهنا كتكون داخل في واحد loop اللي هي positive، يعني it's fine بنادم راه ماشي كيكريتيكي البرودوي ديالك، مي تيقول لك فقط اشنو اللي ناقص البرودوي ديالك باش يولي perfect. وهادي شي حاجة أحسن من أنك تاخد الفيدباك من عند راسك أولا من عند الأنا ديالك، حيت هي اللي كتعطيك الفيدباك في كل وقت. تانستالي tools مثلا
Google Analytics ولا غيرها باش تعرف real numbers metrics على شحال الناس دوزو في كل باج، منين كيجيو دوك الناس، واش كيعاودو يرجعوا، واش شنو هما الactions اللي كيديروا في الapp ديالك. علاش؟ فرضاً نتا كتبني في MVP ولا كتبني في product ونتا في المغرب، ولكن suddenly جاوك الناس من الجزائر وتونس كتر، يعني ها نتا وليتي عارف بلي راه حتى Algerian و Tunisian market مهتمين بداكشي اللي كدير، يعني غتولي تادابتي الproduct ديالك باش يفيتي هاد الماركت الجديد اللي نتا ما كنتيش أصلاً ضارب ليه الحساب. لحتي البرودوي و à travers Google Analytics عرفتي بلي les adolescents ولا الناس الكبار خدموا بيه كتر من middle age people. هادو غير des exemples ديال metrics، يعني نتا في الأول كتكون عارف من باغي البرودوي مي metrics جداد كيوليو عندك كweapon كسلاح تقدر تادابتي بيه الMVP ديالك وتبعد على داك الصويت اللي تيقول لك شنو دير وشنو ما ديرش. هنا كتولي كتجاوب على اشنو باغيين الناس، وكتولي عارف لا سيبل ديالك. انت ماشي هو لا سيبل، انت فقط كتبني البرودوي، انت كتحاول تحل المشاكل ديال لا سيبل ديالك. كتولي كتقيس النجاح ديالك بميتريكس بنمبرز، واي حاجه كنقيسوها الا وكنجحوا فيها. الا ما عندكش نمبرز ما يمكنش تمشي بعيد في اي حاجه. لما كانش عندك النمبرز مثلا ديال البوا اللي باغي توصل ليه، ما عمرك ما غتوصل لتا بوا حيت ما عندكش اصلا النمبر من الاول تبدا عليه. هذا كان اكزامبل. اصلا نعرفوا ايضا باللي نديروا في بالنا باللي كما قلت قبل انه احنا بشر، ومن الطبيعي ان يكون عندنا هاد الاحاسيس وهاد الاصوات الداخليه. خصنا نعرفوا بلي بزاف الناس عظماء في شتى المجالات العلميه، التكنولوجيا، الفن، الرسم، الكتابه، الشعر، كلهم كان عندهم هاد الصوت. الفرق بيننا وبينهم انهم زعموا ولاحوا خرجوا الاعمال ديالهم من الواقع. الفرق بيننا وبينهم انهم كانوا اوير باللي راه الفشل يقدر يجي، انه الناس يقدروا يضحكوا عليهم، وعادي اتس فاين انه يضحكوا علينا الناس. العالم في نهايه المطاف كيبقى واحد المكان قاسي وغيضحكوا علينا فيه الناس، هو ماشي مشكل. المشكل هو تخلي الانا يضحك عليك، تخلي الانا يقول لك بلي هادشي اللي كدير فيه مازال ما كاملش، مازال ماشي بيرفكت. هذا هو المشكل. يكونوا اوير بلي هاد العذور راه كاين وغيبقى ديما كاين ما حنا عايشين، اكسبتيو لو فيجي راه عادي نفشلو، عادي يضحكوا علينا الناس. وبزاف الامثله من الواقع ديال الناس ضحكوا عليهم الناس في الاول، ولكن بعد حققوا نجاح باهر. حنا دابا هنا باش نبنيو برودكتس، هنا باش نتعلموا، حنا هنا to grow. ما حنا في هاد الحياه، ما حنا عايشين we need to keep growing. 15 عام، 35 عام، 85 عام، وحتى وحنا كنموتو خصنا نتعلموا شي حاجه. الا بقيتي معايا حتى هنا كنبغي نشكرك، وإلا لقيتي شي قيمه في هاد الحلقه وحسيتي بلي كاينه شي حاجه، نشرها مع داك صاحبك اللي مازال عام هو خدام البرودكت ديالو. خلي لي كلمه ولا جوج ولا كومونتير تقول لي افيكتيفمون شنو اللي عجبك وشنو اللي ما عجبكش. وانا في هاد الوقيته كنطلب منك فيدباك باش نسكت داك الصوت حتى انا داخل فيه. كان معكم ايمن، شكرا بزاف، الى اللقاء.